بيبدأ فيلمنا النهاردة بناس طالعين يجروا من البيت وخايفين من شبح. مين الناس دول وليه بيجروا؟ هنفهم دلوقتي. بعد سنة بتيجي أسرة فرانك تتفرج على نفس البيت علشان يشتروه، وفعلا بيعجبهم وبيشتروه رغم إن الزوجة كانت شاكة في إن سعره قليل قوي، لكن السمسارة قالت لها إن سعره كده علشان محتاج شوية تجديدات. الغريب إن ابنهم الصغير كيفن ما كانش عاوز يدخل البيت وبيجري على العربية كل شوية، لكن بابا بيدخلوا البيت تاني. بيشتروا البيت فعلا وهم بينقلوا حاجتهم بيلفت نظر كيفن بنت بتعزف. خلي بالك بقى من البنت دي لأن دورها مهم جدا في النهاية. الفيلم مليان عفاريت وأشباح لكن فيه كوميديا كتير. تعال أحكي لك الحكاية من الأول. كيفن كان انطوائي وبيسمع موسيقى طول الوقت، ولما بينام بيسمع صوت في الدور اللي فوق فبيطلع يشوف الصوت ده ايه. فجأة يظهر له شبح، ولأن الفيلم كوميدي فكيفن هيكون مصدوم، لكنه في نفس الوقت بيصوره وهو بيعمل حركات بدل ما تخوفه ضحكته. الشبح لما بيلاقي كيفن مخافش بيتقمص وبيمشي. والله ما انا رعبكم تاني. تاني يوم بيفضل كيفن يدور ويجمع معلومات عن الأشباح وهو في المدرسة، وبيلاقي بنت بتناديه يساعدها علشان أصحابها بيتنمروا عليها، وبيتعرفوا على بعض وبيكتشف إنها جارته اللي شافها في أول الفيلم. بيروح البيت وبيطلع للمكان اللي فيه الشبح وبيفضل يغني لحد ما الشبح يظهر له. بيحاول يخوفه تاني بس كيفن بيقوله إن حياته مريبة أكتر من كده وتعالى نتكلم راجل لراجل. بيعرف كيفن إن الشبح ده مش بيتكلم، وبيشوف على هدومه مكتوب عليها إرنست، وبيسأله لو ده كان اسمه، بس بيكون الشبح مش فاكر أي حاجة. أخو كيفن بيفتش في موبايله وبيشوف الفيديو وبيقول لبابا فرانك إن البيت فيه شبح. بابا مش بيصدقهم لحد ما يشوف الفيديو بنفسه، وبيقول لهم ما يقولوش لمامتهم حاجة علشان ما تخافش، وبيطلب من كيفن يبعتله الفيديو. وبيقعد باباهم لوحده وبينزل الفيديو على اليوتيوب، لكن أغلب تعليقات الناس إن الفيديو ده أكيد مش حقيقي. فرانك أبوهم بيطلع مع أخو كيفن علشان يشوفوا الشبح ويلاقوا المكان فاضي، لحد كيفن ما يطلع يغني ويعزف فيظهر الشبح. وبتطلع مامتهم تسألهم عن الفيديو اللي نشروه، وبتلف وراها فجأة بتلاقي الشبح، فبتتخض لدرجة إن الشبح نفسه خاف من صوتها. ولما أم كيفن بتعرف إن ده حقيقي بتقول إنها عايزة تطلع من البيت، بس فرانك جوزها بيقنعها إن الفيديوهات اللي بيصوروها هتكون مصدر دخل ليهم، لأن الفيديو بقى ترند والناس كلها بقت تتكلم عنه وبتقلده. وأهم حاجة في ده كله إن الشبح بقى ليه معجبين. وفي الوقت اللي الدنيا مقلوبة فيه بسبب الشبح بيكون كيفن قاعد معاه وبيحاول يخليه يفتكر أي حاجة، لكن برضه مش بيفتكر. وتعدي فترة وتيجي قناة تصور علشان تتأكد إن فيديوهات الشبح مش متفبركة، بس بيكون الشبح وكيفن متفقين إنه هيعمل حركات تخوفهم، وبيكون أخوه بيصور كل حاجة بتحصل وينزلها على يوتيوب. تاني يوم كيفن في المدرسة بتجري زميلته تقوله إنها وصلت لحاجة مهمة قوي، وبتديله ورقة مكتوب عليها إن إرنست كان لسه عايش، وإنه كمان كان عنده حانة قريبة من البيت، وأكيد عنده معلومات عن الشبح اللي موجود في بيته. فكيفن بياخد زميلته ويروحوا يقعدوا مع الشبح وبيحاولوا يقنعوه إنه يخرج علشان يعرفوا هو مين وإيه اللي حصل له. وبتروح لهم واحدة من وكالة الاستخبارات بتبقى عايزة تشوف الشبح، بس فرانك مش بيعجبه الكلام وبيطردها برا البيت. وفي الوقت ده بيحاول كيفن يشجع الشبح إنه يخرج، وأول ما يخرجوا من البيت الناس بتفضل تجري وراهم لحد ما يوصلوا للحانة ويعرفوا إن في واحد اسمه شيلر هيكون عارف كل حاجة عن الشبح. ولما بيشوف الشبح بنت بتلعب بيفتكر بنته وبيحاول يقرب منها، فالناس بتفتكره عايز يخطفها. بتنتشر أخبار في البلد كلها إنه شبح شرير وبيحاول يخطف بنت صغيرة. ولما فرانك بيشوف المكتوب ده بيتعصب على كيفن ويلومه. وبالليل بتروح وكالة الاستخبارات للبيت مرة تانية علشان يقبضوا على الشبح. ووقتها كيفن والشبح بيكونوا في طريقهم مع زميلته الشيلر، وهم في الطريق بيشوف كيفن باباه في التلفزيون بيقول إن الشبح خطف ابنه وزميلته، وبيقابلهم ضباط وبيقدروا يهربوا منهم. وأول ما وصلوا بيت شيلر بيدخل كيفن بس بتستناه زميلته في العربية بره. ولما بيقابل شيلر بيكون عارف كيفن جايله بسبب الفيديوهات اللي بينزلها، وبيوريه صورة وبيعرفوا إن الشبح ده اسمه راندي وكان متجوز أخت مراته.
بعدين مراته ماتت وفضلت بنته جوي لوحدها، بس هو بعد موت مراته انهار وبقى بيشرب كتير علشان ينسى. وبيقوله شيلر أكيد مات من كتر الشرب، علشان جالهم يوم واداهم بنته وكان عمرها 4 سنين وما ظهرش بعدها، بس لقوا عربيته في المزاد والساعة بتاعته كمان كانت اتباعت. وهما بيتكلموا بيظهر الشبح فجأة وبيتخض شيلر، وبعدين بتروح لهم شرطة وكالة الاستخبارات مرة تالتة وبيكون معاهم أجهزة مخصصة علشان يقبضوا بيها على الشبح. وفعلا بيعرفوا يقبضوا عليهم والشبح بيتحبس المرة دي. والراجل الكبير في وكالة الاستخبارات بيقول للدكتورة إنه مجرد راجل ميت نقدر نعمل فيه اللي احنا عايزينه. وتاني يوم زميلة كيفن بتروح له البيت تسأل عليه، لكن كيفن بيرجع منعزل تاني وبيروح يقعد في المكان اللي كان فيه الشبح، ويحاول باباه يتكلم معاه ويحكي له عن يوم ولادته وإنه كان معاهد نفسه إنه هيكون أفضل أب، وبيعتذر له إنه ما كانش أب كويس وكان كل اللي شغله الفلوس والشهرة. وفي المكان اللي محبوس فيه الشبح بيبدأ يفتكر بنته واللي حصل معاه كله، وبيفتكر كمان شيلر وهو جاي من وراه وبيضربه على دماغه وبيدفنه في البيت اللي كانوا ساكنين فيه، علشان أصلا مراته ما كانتش بتخلف وكانوا عايزين جوي بنت الشبح تفضل معاهم، لكن الشبح بيقدر يهرب من المكان المحبوس فيه بمساعدة الدكتور. وبعدين بيسمع كيفن صوته وبيشوف الصوت ده ايه. فجأة بيلاقي شيلر وبيقوله انه حاول يكشف سر كان مخبيه من 50 سنة، وبينزل باباه واخوه على صوت شيلر بيقول لهم انه لما عمل كده علشان مراته. بعدين شيلر بيضرب باباه واخوه علشان يفقدهم وعيهم، وبيكون لسه هيقتل كيفن فبيلاقي الشبح ظهر فجأة وبيدافع عن كيفن، وشيلر هو اللي بيفقد وعيه. بيفوق تاني وبيكون هيقتل كيفن بس باباه بيلحقه للمرة الأخيرة وبيوقع شيلر من الشباك، والشبح من بعدها بيختفي تماما. وفي التحقيق كيفن بيقول إن فعلا الشبح اختفى مرة واحدة، وممكن يكون ده علشان هو عرف مين اللي قتله. وفي النهاية هو وبابا بيقدروا يوصلوا لبنته وبيخلوها تشوفه وبيودعوه ويختفي الشبح للنهاية. وبعد فترة بيقرروا إنهم يسيبوا البيت ويروحوا مكان تاني لكن قريب من بيت زميلة كيفن اللي ساعدته علشان يوصل للحقيقة.